يلا مستنية ايه؟ انزلي السوق وهاتي الفلفل الاحمر عشان تحضري اهم حاجة في طبختك، اللي معلقة منها بتودي طبختك في حتة تانية. هريسة الشطة هنحضرها بكذا طعم عشان تناسب كل الاكلات. يلا بينا نبدأ ونسمي الله، وما تنسونيش من دعمكم اللي بيفرحني. حطي اللايك وتابعي الفيديو للاخر عشان تشوفي الطريقة المظبوطة. هنجيب 2 كيلو شطة حمراء من اللي هي القرون الرفيعة دي، ومعاها كيلو الا ربع فلفل احمر رومي، ده بيبقى مش بارد، اما الشطة بتبقى حامية. هنيجي بقى نقوم حاطينهم تحت الحنفية ونغسلهم غسلة كويسة جدا ونشطفهم مرة واتنين وتلاتة. وبعد كده هنبتدي ان احنا ننضف الفلفل بتاعنا ونشيل منه البذور اللي هي البيضة. ده بالنسبة للفلفل البارد. اما اللي هي الشطة الحامية بفرمها ببذرها. هنجيب الكبة بتاعتنا بقى، وبعد كده نبتدي ان احنا نقطع العنقود الاخضر اللي فوق ده زي ما انتوا شايفين كده، وهنقوم حاطينها في الكبة. هنقطعها بقى قطع صغيرة، لو انت الكبة بتاعتك صغيرة قطعيها، لو الكبة كبيرة وبتفرم حطي القرون زي ما هي هتفرمها لك. باخد خليط من الفلفل الحار وخليط من الفلفل البارد علشان يدوني طعم حلو كده ولون جميل قوي للصلصة. الهريسة بتاعتنا لما بتتفرم صح والفلفل بيبقى لونه احمر بتدينا طعم حلو وكمان لون حلو للطبيخ. يعني لو هتعملي صلصة طبيخ بتخلي المعلقة منها بتخلي الأكلة طعمها جميل ولون الصلصة بتاعها أحمر وجميل. هنقوم فرمين بقى، هنملى الكبة بتاعتنا على قد ما هتاخد. وبعد كده هبتدي ان انا انزل معايا ب3 معالق من الملح، معالق كبيرة بس ما تكونش هرمية، 3 معالق كبار ممسوحين من الملح، وعليهم كمان معلقة من السكر. وهبتدي ان انا افرمهم. الملح والسكر معايا طبعا مادة حافظة للفلفلة علشان خاطر تخلي الفلفل معايا جوسي وطري وقوامه حلو، ما ينشفش منك اثناء التخزين. طبعا احنا عاملين كمية هتقعد معانا ان شاء الله طول السنة، وهقول لكم دلوقتي هنخزنها ازاي وازاي تحافظي عليها علشان ما تنشفش منك. خلاص انا ضربت الكمية الاولى، ودي الدفعة الاولى دي كانت معايا سادة من غير اي طعم. هنعملها النهاردة بكذا طعم عشان خاطر تناسب كل الاكلات. على طول اول ما تفرميها وهي في الكبة ما تفضيش في بولات ولا في اطباق، على طول وهي في الكبة كده جيبي البرطمانات بتاعتك تكوني غسلاها ومعقماها وتقومي معبيه على طول، علشان خاطر ما نعملش مواعين كتير ونبهدل المطبخ. تاخدي من الكبة وتعبي في البرطمانات بتاعتك على طول. دي اسهل طريقة عشان ما تعمليش مواعين. وبعد كده هنقوم جايين بقى عاملين الدفعة التانية اللي هنحط فيها الطعم. وهقول لكم دلوقتي استخدامات كل برطمان، وهنكتب عليهم كمان عشان نعرف كل برطمان ده استخدامه ايه. حطيت برضو فلفل رومي بارد وفلفل حار في الكبة، ونزلت براس توم كبيرة، قشرت راس توم كبيرة كده، ونزلت برضو ب3 معالق كبار من الملح، ومعلقة من السكر، ومعلقة بقى من التوم البودر، ومعلقة من البصل البودر. التتبيلة دي بتخلي طعم الهريسة جميل جدا، تنفع معاكي بقى في الصوصات، تنفع معاكي في المخللات، تنفع معاكي في التتبيلات، بتبقى جميلة بالطعم اللي احنا حطيناه فيها. جربوها وحطوا فيها بقى توم بودر وبصل بودر وقولوا لي فيه رأيكم، هتعجبكم جدا عن اي هريسة تانية جبتوها واحلى من اللي هتشتروها من بره. برضو هنعبي باقي البرطمانات على قد ما الكمية تخلص. طبعا انا مش هتنيني اصور كل اللي ضربته، بس انا عملت كمية الاكبر من اللي هي عليها توم واطعمة، لان دي انا بستعملها كتير قوي في طبخاتي اكتر من الساده. طب الساده بنحتاجها في ايه؟ ممكن تحطي منها بقى في الطبيخ بتاعك لو انت حابه. بتحطي منها برضو في المحشي بتنفع. هاجي بقى احط الزيت على الوش بعد ما خلصت البرطمانات وقفلتها، او نحط زيت علشان خاطر ده هيبقى ماده حافظه معانا ان الهريسه ما تنشفش معانا في الفريزر لما نيجي نخزنها، وهتفضل معانا قوامها جوسي وطري كده زي ما انتوا شايفين. وخدي بالك معلقه واحده منها بس، ما تكتريش زياده عشان بتغير طعم الاكل، فمعلقه منها كفايه. عاوزاكم بقى تقولوا لي رايكم في وصفه النهارده، وتدعموني بلايك وكومنت حلو، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان الكل يستفيد، وقولوا لي انتوا فرستوا الهريسه وعملتوها بالطريقه دي
ولا لا. اكتبوا لي اي حاجه في التعليقات انتوا عايزين تسالوا عليها، ولو عايزين انزل لكم بوصفه تانية تفريزات عشان خاطر رمضان كل سنه وانتوا طيبون، اكتبوا لي في التعليقات. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم. اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وفي حفظه وفي امان.